تالت خطأ معانا وهو ناس كتير بتفكر انك لما بتنزل الجيم وتقعد فيه شهر او شهرين فده لازم تلاقي فيه نتائج. اقول لك حاجه، في ناس بتقول لك ان النتائج لازم تطلع من 6 ل 9 شهور. الكلام ده صحيح وفي نفس الوقت غلط. ازاي؟ النتائج عشان تبدا تشوفها والناس تشوفها بتاخد 6 شهور، لكن انت قدام المرايه قدام نفسك مثلا ممكن تاخد 4 شهور، 4 ونص، 3 ونص، 5 شهور، على حسب طبيعة جسمك والجينات بتاعت جسمك الوراثية. انت برضو لو مش عامل نظام تمرين كويس وبتاخد راحة كويسة وعامل نظام غذائي كويس 100%، فانت مش هتلاقي اي نتائج وهتضيع وقتك على الفاضي. وده ينقلنا للخطأ الرابع وهو انك تتمرن كتير وتفكر ان التمرين هو العامل الاساسي اللي بيبني لك العضلات. ده شيء غلط غلط تماما. ليه؟ اقول لك حاجة بسيطة. الناس دايما بتقول لك جملة شهيرة جدا وهي فورمتك في المطبخ. ليه يا معلم؟ اقول لك انا التمرين هو يا دوبك بيعمل الياف عضليه تتقطع في التمرين، بس بتبقى صغيره قوي، بتبقى مش باينه ولا انت تشوفها ولا حد يشوفها، دي في العضلات من جوه. نقول الالم ده هو البروتين اللي انت بتدخله سواء الكارب او اي حاجه، بس نقول العمله هي البروتين. تمام؟ ودي الالياف العضليه بتاعتك. تمام؟ فمثلا انت في التمرين بيحصل لك مثلا قطع عضلي. طبعا مفيش بقى في المساحه دي، بس ايه عشان تحكي كأننا في الميكروسكوب يعني كده. وده البروتين اللي انت مدخله. تمام؟ دي المساحه ما بين اللي في العضله اتقطع. تمام؟ انت جبت البروتين اهو دخل، عمل الفراغ ده، اصبح بص بعد ما كانت كده بقت كده. فالحجم استنى يا نهار ابيض. فالحجم العضلي كده زاد. تمام؟ فدي وظيفه الاكل انك لما انت بتاكل بيعمل لك الحاجات اللي الالياف العضليه اللي انت قطعتها. حتى في مقوله شهيره جدا بتقول لك فورمتك في المطبخ. مش معنى كده ان انت تروح تتمرن في المطبخ، لا. انت لو مش عامل نظام غذائي بجد حاسب فيه كل حاجه انت محتاجها في التمرين، فانت عمرك ما هتعمل فورمه. خامس خطأ وده مهم جدا جدا جدا، انك مش عامل لي لايك وفولو على القناه. اكتب لي في الكومنت تحت الفيديو الجاي عايزه عن ايه.